السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هدردش معاكم عن موضوع البياض او بند البياض. ليه جميع مقاولين البياض بيخافوا ياخدوا الشغل مونة واجرة؟ هقول لك المعلومة دي النهارده، بس يا ريت تدعمنا بشير ولايك واشتراك في القناة عشان الكل يستفيد واللي المعلومة مش واصلة توصل. مقاول البياض بيجي مثلا ينصب السجالة بتاعته ويحضر تشويناته من رمل، من اسمنت، من مية. فالبنود كلها بتكون يعتبر شغاله مع بعضها. يعني مقاول البياض بيبدا 13 بيكون قبله قدامه شغال مقاول الكهرباء. فبيجي مقاول الكهرباء يقفل على علبه اسمنت، مثلا عايز شويه اسمنت، عايز نص شكاره، عايز شكاره. فيقول له النبي يا عم عايز إيه يا عم مقاول البياض؟ حق شكاره اسمنت بس وارجعها لك. وطبعا بياخد ما بيرجعش. بيجي واحد من وراه بيشيل شكاره اسمنت من غير ما ياخد باله. جنبه برضه بيكون شغال مقاول السباكه او مقاول الميكانيكا، بيحتاج اسمنت. فبروح طبعا مش عارف ده اسمنت المقاول او اسمنت الشركه، بيشيل. فبتلاقي دايما معاه مشاكل، وبيلاقي دايما ان هو مش عارف يعمل كنترول على خاماته او حاجته. فبقول لك، او بتلاقي اغلب المهندسين، اغلب جميع المقاولين البياض بيقول لك لا يا باشمهندس معلش يكفيني انا هاخد البند اجره بس، ماليش دعوه بالخامات او المون. دي كانت معلومه النهارده او فيديو النهارده. يا ريت تعمل شير واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.